الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لبرنامج رامان بيم وخزمتان وبس رزامن دي رب العالمين وهبادان ايوي ازيش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. برزان سورة الإخلاص يكيك لوسي سورتي كوابيد قتري المعوذات وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لحديث دابو شوينا بهنا وكل فضل كيدا باس ما كير سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن برامبر بس يش قرآن. سورة الإخلاص يقلو سي سورتي كوابيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي لدوين وجكان بيخوين النواء وهروها سورة الإخلاص كيكك المعوذات پیغمبر صلی الله علیه وسلم درباری ده فرمی او سه سورته نل تورات نل انجیل نل فرقان وكو او سه سورتي دا بزيا بل الحديث ذاك وامام احمد ولفظكجي او لعقبي كري عامر دي جيريت ود فرمي لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش مخزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم هي فرموم يا عقبة ابن عامر ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن. قلت آية أو سورتان فيرنكم كنل التوراة نل زبور نل إنجيل نل فرقانيش وكو أوسي سورتا دان بزيا إنزا فرموي لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها أو سورتان كبير ظلم هيت شويك بسر تينا بري إلا بيخوينه أو سي سورة إنزا فرموي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هيت شويك بسر تينا بري أو وصيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم هتاوكو أو سورتان نخوينيوا هلوها لفضل سورة الإخلاص كوايك كلا معوذات ديار الأذكار بيانيان وإيواران داهية إنزا وكل حديثي كوا أبو داود الترمذي رواياتيان كردي عبد الله كوري خبيب دجيرتوا دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. أو سي سورة بخوينوا سيزاران لكاتي بيانيان لكاتي إيواران دفرمي تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء واتأوك زانا دفن وتهرشتك كليدة ترسي أو سي صورة دت باريزا ويأخذ وكزانا دفن أي تغنيك عما سواها أو سي صورة بخوينة روجي بابنين لس بيانان إيوانا سيزار تغنيك عما سواها واتا بنياز داي برامبر أو كاين ديك أو سي صورة كافية لبوت وهروها لا يقل فضل كان تري سورة الإخلاص. سورة الإخلاص لو سورتانيك وبيغو تري المعوذات في صلى الله عليه وسلم أجر زيجاتش بإشابة رقيي لو خوي ذكر بوسي سورتا وكلو حديثي ذاك إمام بخاري ومسلم رواياتيان كذا لديك من عائشة خويلي رازيبي تفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أجر في صلى الله عليه وسلم زيجاتش بإشابة يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث لسر خوي دخوين دو بيام صلى الله عليه وسلم وفوي لقل ذكر فلما اشتد وجعه كاتك لا نخوشي سرمرجي صلى الله عليه وسلم كوا ايش زوربو كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها أم لنا ودستي مباركي بيغمبر مدخوين دو صلى الله عليه وسلم بدستي خوي بسلا شيء مداده هنا برزاي بركتي دستي خوي وهروها يكيق لا فضل كان تلو لقوري كان تري سورة الإخلاص أو يكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك ودنوست بهماشي وأوسي سورة لنا ودستي مبارشي دخويندو إنزا بسلا شي خوي داده هنا إنزا دخوت لحديث ذاك وإمام بخاري روايات كردي عائشة دجرت خويل رازي بدفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة هركاتك بتشبانا وزيقاكي هموشوك جمع كفيه هوردو دستي كودا كردوا
إنزا ثم نفث فيهما فقرأ فيهما فويت ذكردو إنزا لناو دست مبارك خوي ديخوين قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أو سي سورتي دخوين دو كمعوذات ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده إنزا بيان صلى الله عليه وسلم بدست مبارك خوي مسحي همو لا شيء ذكر أو كوا دست بيا بقيشت با يبدأ بهما على رأسه ووجهه يا كم زار لسر مبارك ودموتساي مبارك دست بيا ذكر وما أقبل من جسدي أو زلاي بيشوي جسدي يفعل ذلك 3 مرات سيزاران بوشيوه أو سورتان الناو دست مبارك دخويندو إنزا مسح لا شيء ذكر وهروا لا خالش تركوا بلقي لسر فضلي سورة الإخلاص هر كسيك سورة الإخلاص من دعا بما تضمنته من أسماء أو ناو بيروزان خواي جور كتيدا هتي بو ناو بيروزان لخواي جور بباريتوا فقد دعا الله باسمه الأعظم أو لخواي جور بباريتوا باسم الله الأعظم لحديث إذا كأبو داود والترمذي ونسائي ابن ماجه وهروها أحمد رواياتيان كردية لبريدة خواي راضي بي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول پیغمبر صلى الله عليه وسلم جوي لبياوك بوكا دايقوت اللهم إني أسألك بوشي ويدو عايدة كردو يا رب خوا أي پروردگارا ليد دپاريم وبتي توسل بتي دكا اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كاتبو توسلي ذكر طبعا معلومة كدعاء كردن بالتوسل بأسماء وصفات كان خواهي يقول زور مهمة يتر أو بيا وبوشي والتوسل ذكر بأسماء وصفات كان خواهي يقول أو كوالا سورة الإخلاص ده هاتية أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي لقد سأل الله باسمه الأعظم أو كسال الله تعالى بارا وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى أو ناوي كوا بهوي ولا خواي يقول باريوا بيد بخشي وإذا دعي به أجاب أو ناوي كوا دعاي بيبكي ولا مددريتوا وهروها هر كسيك أو صورتي خوش بوي هذا استب وكل حديثك ذاك وإمام بخاري روايات كردية أنس دجرت خوالي رازي بدفرن بياوك أبو لأنصاري كان كوا بيش نواجي لبو أنصاري كان ذاك لمزقوتي قباء إتر هر كاتيك لدواي سورة الفاتحة كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد كوات لدواي سورة الفاتحة كم ذا قل هو الله أحد دخوين إنزا باشان سورة يشتري لدواي أو دخوين إتر لهمورك عاتيك آواي ذكر إتر أو أوانيك لقلي دابون بيان قوت تيان أتوهم زاري لدواء الفاتحة قل هو الله دخين أو دا سورة يشكى دخويني وكأنما بيدوا يعني قل والله أحد كافين يلوي سورة يشكى دخويني يعني وتبس قل والله بخينا يان سورة يشكى بتنا بخين لو قل والله لهم زارك دخويني وضلا يجوتي ما أنا بتاركها أمن وادكم وازج لو حالة نينم أجر بيتان خوشة إمامتي لو كم بوشي إمامتي دكم أجرنا نايكم إتر ديار أوانش بيان واب ولا هموان تاكتريان بولو ببيشاني خستيا لو بيان ناخوش بكسش كبيجنوي إتر بوشي بيجنوي ذكر حتى هاتنا خدمت بيان صلى الله عليه وسلم حالة كان لو جيراوة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو كسي برسي فرمو يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك لبرتسي واناك ويكوا أصحابي خود بيت دلين وابكي وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة لبرتسي لها مو ركعاتك ده أو سورة تدخويني فقال إني أحبها أمن خوشم دو يا رسول الله فقال حبك إياها أدخلك الجنة خوش ويستيد لبو أو سورة أتوي دبات بهشت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين